الدرس الثالث اخوان المنطق، معنى التصور والتصديق. شفتوا المطلب اللي واكب يعني, كتاب عنده ما عنده الكتروني، منطق جعفر الباقري، دروس في علم المنطق مع جعفر الباقري او الباقري. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى اله الطاهرين. اخواني واعزائي، معنى التصور والتصديق. طبعا هاي المساله هي متعلقه تقريبا نقدر نقول بنظريه المعرفه، بس بفذلكه اخرى. ما هو التصور المنطقي وما هو التصديق المنطقي؟ التصور، خلي بالكم هاي المسألة، شيء يعني صورة مجردة. التصديق نسبة شيء إلى شيء أو إيجاد علاقة بين شيء وشيء. الآن جنابك الفاضل، لما أقول لك الكعبة، قلت لك الكعبة، أكيد حضرت في ذهنك صورة الكعبة المشرفة زادها الله شرفا وعلوا وعزا. هذه الكعبة لما قلت لك هذا اللفظ قطعا حضرت في يعني في ذهنك صورة طبيعية في الذهن، لكن هل أنا حكمت عليها بشيء؟ هل أنا حكمت عليها بحكم معين؟ لا. هل أطلقت عليها حكما معينا؟ أيضا لا. هذه يسمونه شنو؟ يسمونه تصور، مجرد حضور صورة في الذهن من دون أي حكم. بل وأحيانا أقول لك زيد، إنسان تعرف أنت اسمه زيد، خلاص حضرت صورة زيد عندك، أقول لك زيد ميت. حضرت لديك نسبة الموت إلى زيد وحضرت صورة الموت لديك. هاي إلى الآن بعد عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تصورات. إذا تصور زيد، تصور الموت، تصور نسبة الموت إلى زيد، كلها من عالم التصورات. وهذا القسم الأول من العلم الحصولي. متى يتحول هذا التصور إلى تصديق؟ متى؟ إذا كان هنالك ما يثبت النسبة فتصدق بالنسبة، أو كان هنالك ما يثبت عدم النسبة فيكون تصديقا بعدم النسبة. بعبارة أخرى، التصور يرتبط بعالم الصور الذهنية المجردة من ماذا؟ من الأحكام عند القطع أو الظن بالمطابقة الواقع وعدم المطابقة. لما يكون لديك حكم وصدقت بالحكم، شوف صدقت، طابقت الحكم للواقع وعدم المطابقة للواقع، صار تصديق. إذن التصديق ماذا يرتبط بماذا؟ التصديق يرتبط بالمطابقة وعدم المطابقة الخارج. أما بالنسبة إلى التصور لا، يرتبط بالصور الذهنية المجردة من ماذا؟ المجردة من الحكم بالمطابقة وعدم المطابقة. أحيانا قد يكون الأمر أمر تكويني خارج، وأحيانا قد يكون مولانا أمر يحتاج إلى دليل. أقول لك حج أيوب، ويا حبيبي حج أيوب لو نمت. نعم حج أيوب. أقول مثلا أبو بكر، حضرت عندك صورة أبي بكر لو ما حضرت؟ دائما هذا حضورية صورة أبوي. أقول لك أبو بكر خليفة شرعي، أنت حضرت عندك نسبة أبي بكر أو بين قوسين صورة أبي بكر ونسبة أو معرفة صورة خليفة شرعي، وحكم باللفظ بالخلافة الشرعية لأبي بكر، لكن أنت تصدق بهذه النسبة من كونه خليفة شرعي أو لا تصدق بها؟ تصدق بها؟ طبعا لا. والله أنا بالنسبة لي هسه من تنطبق السماوات والأرض أقول هاي العبارة كاذبة. ليش؟ لأن ماكو مولاي خليفة شرعي يصفه علي بن أبي طالب في البخاري يقول له مستبد، يصفه بأنه آثم وخائن وكاذب وغادر وفاجر وظالم، غير خليفة شرعي.
إذا الشرع هيك مولاي أنا هذا الشرع كله ما أريده. إذا هنا تصديق ماذا بالنسبة أو عدم التصديق بالنسبة؟ يقول لا، هذا تصديق بعدم النسبة، ماكو نسبة. بس من أقول لك مثل على سبيل المثال علي أمير المؤمنين مولى المؤمنين، حتى سنة يقول لك مو مولاه، من كنت مولاه فهذا لا، يقول لك غصبا علي انه مولى المؤمنين، هسه محبه نصره ما له علاقه بها. اذا هنا تصديق ماذا بالنسبه؟ هذا كلا السنخين من الاحكام، اما الحكم بالمطابقه للواقع واما الحكم بعدم المطابقه للواقع، اسميه تصديق، اسميه ماذا؟ تصديق. اما بالنسبه الى التصور فهو التعلق بالصور الذهنيه المجرده من الحكم. بس يا حكم الحكم المطابق وعدم المطابق للواقع، لأن قد يكون لدي عبارة فيها حكم لكن الكلام مو بس عن الحكم، الكلام عن ماذا؟ عن المطابقة وعدم المطابقة للواقع. لاحظين شلون؟ بل حتى لما نأتي للملحد مثلا نقول له الله موجود، هل يصدق بالنسبة؟ يقول لك لا أنا ما أصدق بالنسبة، مع العلم هو يتصور صورة ذهنية عن الله، عنده صورة ذهنية عن الله، بس مو ماذا؟ مو أنه موجود، لا، هاي الناس تسولف بالله تعالى وكذا، موجود يعرف هذا الموجود، صورة أولى صورة ثانية. نسبة الوجود إلى الله أيضا يدركه، لكن هل يطابقه مع الواقع أو لا يطابقه؟ أنت كمؤمن كمسلم تقول نعم هذه العبارة مطابقة علما للواقع، هذه النسبة مطابقة للواقع. أما بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الملحد يقول لا، هذه النسبة غير مطابقة للواقع، فأنت لديك تصديق وهو لديه تصديق، أنت صدقت بالنسبة، هو صدق بعدم النسبة، وهذا ما يسمى بالتصديق، وهذا ما يسمى بماذا؟ بالتصديق. طيب نقرأ نشوف والله كنا موفقين في الشرح أو لا، وبعدين أنا أحشي على كل عبارة. قال المنطق معنى التصور والتصديق، تارة تحصل في ذهن الإنسان صورة معينة لشيء معين من دون أن يحكم عليها بشيء، كما لو انطبق صورة الباب أو الشجرة في ذهني، وكما لو سمع بلفظ جبل أو عالم وارتسمت لكل لفظة صورة معينة، لأنه باللفظ ترتسم الصور، ارتسمت عنده صورة معينة. جيد جدا. نكمل. ومحددة في ذهنه. وتارة أخرى تحصل هذه الصورة مصحوبة بحكم معين، كما لو حضرت صورة النار في الذهن وحكم عليها بأنها ماذا؟ حارة أو محرقة، أو بأنها ليست باردة، فيقول النار محرقة، النار ليست باردة. وكما لو حضر صورة زيد في ذهني وحكم عليه بأنه ماذا؟ عالم، وأنه ليس نائما بقوله زيد عالم وزيد ليس نائما. فالنحو الأول من حضور الصورة في الذهن يسمى تصورا. ايش بيه هذا مولاي؟ الأول شو نسميه؟ يعني صورة الجبل، زيد، محمد، أسد، نمر، ما شئتم، صورة مجردة، هذا أسميه تصور منطقي. والنحو الثاني من حضور الصورة في الذهن يسمى تصديقا. هسه هاي عبارته صحيحة أو غير صحيحة، يعني فيها تأمل، وفيها تأمل كبير وكبير جدا، فيها تأمل، وللأسف كثير من المنطقين تفوت عليهم هاي المسألة للأسف، بناء بس مجرد الحكم خلاص، بس مجرد الحكم. وهسه هو بعد شوي احتمال راح شنو في العبارة يجب أن تكون دقية أكثر. على كل حال، ولذا إلى العبارة النحو الثاني قال النار حارة، النار ليست باردة، زيد عالم، زيد ليس بجاهل، يقول هذا تصديق. نقول لشيخنا الباقري هذا هو التصديق لو عند الحكم بالمطابقة وعدم المطابقة، هذا التصديق. على كل حال، والنحو الثاني من حضور الصورة في الذهن يسمى تصديقا. ولذا يمكن أن نعرف التصور، راح يقول لك شنو تعريف التصور؟ ما هو التصور؟ حضور صورة الشيء في الذهن من دون حكم وإذعان. وقد يطلق على هذا النحو من التصور التصور الساذج، أو التصور شنو؟ البسيط أو المجرد من الحكم، هذا يسمونه تصور. إذا ما هو التصور؟ هو حضور، أريدكم تلتفتون إلى صورة، لأن الآن كلامنا بالمنطق عبارة عن علم الصوري، لذلك يسمى بالمنطق الصوري أو الصوري. قال التصور هو حضور صورة الشيء عند الذهن من دون حكم
وجزم وإذعان. احنا من حقنا نسأل نقول الحكم والجزم قصدك بالواقع الخارجي لو فقط في المفهوم الذهني شيخنا؟ إذا كان بالمفهوم الذهني فهو قطعا لم يخرج عن دائرة التصور. أما إذا كان قصدك المطابقة وعدم المطابقة الواقع نقول عبارتك سليمة، فكان الأحرى والأجدر أن يبين المسألة بنحوية أخرى. على كل حال، ويمكن أن نعرف التصديق. أي هو إحنا شنو سؤالنا مولاي مع الحكم؟ هذا الحكم والإذعان. الحكم هو عين الإذعان لو مغاير، هذا أولا. والحكم والإذعان بالصورة بالنسبة الذهنية لو بالنسبة الخارجية. خلي أقول لك مثال. أبو جعفر منو الآن؟ أبو جعفر تسمعني؟ منو؟ مقاوم. مقاوم أريد أسألك، مقاوم راح أقول لك السماء ممطرة، هذا بيه حكم ولا ما بيه حكم؟ ها؟ بيه ولا ما بيه؟ زين. السؤال، أنت الآن ببيتك حكمت وأنت لما سمعت العبارة بأنها ممطرة أو غير ممطرة، لو تخرج للخارج وتتأكد حتى تطابق النسبة اللفظية مع النسبة الذهنية مع النسبة الخارجية. طيب إذا بس أقول لك السماء ممطرة وسكت، طبعا بيه حكم، حكمت على السماء بالأمطار، لكن متى أقول هذا تصديق؟ الآن كصورة ذهنية عندك، لكن متى تكون مولا تصديق حقيقي؟ وأنت جالس في بيتك وسمعت العبارة فقط، لو تخرج الخارج وتطابق النسبة الذهنية اللي عندك مع النسبة الخارجية. ها؟ واضح مولاي الفكرة؟ لذلك أنا يقول مجرد الحكم، أقول له مجرد الحكم اللفظي أو الذهني ما إلى قيمة إن لم يكن هنالك استتباع بالحكم الخارجي والإذعان الخارجي والجزم الخارجي، وهذا هو إشكالي، وما ردت وغل بعد أكثر بالإشكالات. زين. على كل حال نكمل مولانا. أنا بس أحكي لك هذه إذا تسمح. تفضل. هذا قال للخادم مالته، قال له اطلع شوف لنا مغيمه لو صاحيه. طلع ورجع قال له شيخ عمي هو المطر يخلي واحد يشوف الدنيا مغيمه لو صاحيه؟ ايش غير ذكي هذا؟ ايش غير ذكي؟ يعني مولاي هو سئل عن العله وطلع لقى المعلول موجود، خوف مولاي قطعا المعلول كشف عن وجود العله ونقطه راس صدر انتهى المطلب. على كل حال المهم زين. ويمكن أن نعرف التصديق بأنه شنو؟ حضور صورة الشيء في الذهن مع الحكم والإذعان فيفهم من هذا أن كل تصديق لابد أن ينطوي على تصور قطعا للمولاي، لأنه التصور عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نواة الأساسية للتصديق. لأن أنا إذا ما أتصور السماء وأتصور مولانا المطر ونسبة المطر للسماء أقدر أقول تصديق هذا؟ لا. إذا لابد أن يكون التصديق نواته التصور. نواته ماذا؟ التصور. طيب، فيفهم من هذا أن كل تصديق لابد أن ينطوي على تصور. لابد لنا قبل ذلك أن نتصور الطرفين ثم نحكم عليهما بأمر معين سلبا أو إيجابا، كما في مثال النار المحرقة، فإننا نتصور النار ونتصور الإحراق ثم نربط ماذا؟ ثم نربط مولانا أن نصدق بشيء بينهما عفوا بنسبية تصديقية معين، وهي نسبة الإحراق إلى النار. وأما إذا قيل التصور المطلق مولانا، إذن هسه خلي بالك يمي عد التصور والتصديق. تصور مولاي حضور صورة الشيء عند العقل من دون حكم. التصديق أيضا حضور صورة الشيء عند العقل أو الذهن مع ماذا؟ مع الحكم والإذعان. فنسأل سؤال، نقدر نقول التصور هو تصور بدون حكم، وحتى التصديق هو أيضا تصور، لكن تصور إخواني بدون حكم لو تصور مع الحكم شو نقول؟ لأن بصور ذهنية نقول نعم، هو أيضا تصور مع ماذا؟ مع الحكم. طيب إذا قيل التصور المطلق
يقول التصور المطلق يعني معناها شنو التصور المطلق؟ يعني الذي يساوق التصور من دون حكم والتصور مع الحكم، فيكون هو المقسم بينهما. يعني بعبارة أخرى التفتوا زين، أنا يعني مثلا من أقول العلم الحصولي كما سيأتي، العلم الحصولي اللي هو مولاي علم صوري، العلم الحصولي إما أن يكون علم من دون حكم وإما علم مع الحكم. نفس العلم الحصولي أقول هو تصور مطلق، فالتصور المطلق إما أن يكون مع الحكم وهو التصديق بالمعنى الأخص أو التصديق المتعارف، وإما أن يكون تصورا مع ماذا؟ مع عدم الحكم، مع عدم الحكم، لا سلبا ولا إيجابا، لا جزما لا قطعا لا إذعانا ولا ما شاكل ذلك. المؤدى للمسألة أن التصور قد يكون هو المقسم، يعني هو شلون العمدة، والتصور المجرد اللي أخذناه والتصور مع الحكم اللي هو تصديق مثل مولاي أقسام إليه. مثل ما أقول الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، فالكلمة هو المقسم الكلي، الاسم والفعل والحرف وماذا هو أقسام لذلك المقسم. كذلك بالنسبة إلى العلم الحصولي أقول التصور المطلق. شنو مطلق؟ يعني لا مشترط بدون حكم ولا مشترط مع الحكم، فأقول التصور المطلق يقسم إلى التصور من دون حكم وإلى التصور مع الحكم وهو التصديق. لاحظتوا؟ إذا لدي المقسم تصور، وعند القسم الأول تصور لكن من دون حكم، وعند القسم الثاني تصور مع الحكم، فبالتالي كانت لدي ماذا؟ 3 لحاظات للتصور. تصور مطلق مثل أبوهن، مثل كلمة المقسم، تصور مطلق لم يلحظ فيه لا تصور مع الحكم ولا بدون حكم، هذا مطلق مقسم. الأب راء بين قوسين مولاي الراسل والشيعة. أما بالنسبة لمن إلى الأقسام أقول التصور اللي أخذناه ساذج البسيط، أقول هو تصور من دون حكم، مجرد صورة ذهنية وانتهى الأمر، من كلفها أكثر من طاقتها. القسم الثاني هو تصور مع الحكم اللي نسميه تصديق، وهو تصور ووجود صور ذهنية مع أحكام وجزم وإذعان. واضح الفكرة شلون؟ فلذلك لاحظ العبارة مالته بينهما بنسبة تصديقية معينة. زين. وأما إذا قيل التصور المطلق فهو يعني كلا المعنيين المتقدمين، أي التصور البسيط والتصور المصحوب بالحكم وينطبق عليهما. فتوجد عندنا في النتيجة 3 مصطلحات. شنو؟ التصور انطباع صورة الشيء في الذهن من دون حكم. 2 التصديق وهو تصور يستتبع الحكم. التصور المطلق وهو تصور عام ينطبق على نحوي. زين لحظة واحدة صار عندي خلل. التصديق نعم وهو تصور يستتبع الحكم. التصور المطلق وهو تصور عام ينطبق على نحوي التصور السابقين، يعني ينطبق على كل من التصور البسيط والتصور الساذج، وكذلك على التصور اللي نسميه التصديق. إذن تصور مطلق تصور مقيد بعدم الحكم اللي هو التصور البسيط، تصور مقيد بالحكم وهو ما يسمى بالتصديق. وكل من هذه الأقسام عبارة عن مسألة صورية، لكن مرة صورة أحكم عليها بشيء، مرة صورة لا أحكم عليها بشيء. فإذا كانت مع عدم الحكم عليها سمي بالتصور المتعارف، وإذا كان مع الحكم عليها بس بماذا؟ بقيد المطابقة وعدم المطابقة للواقع، هذا يسمى التصديق. الدرس الرابع موارد التصور والتصديق يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.